مرتبك كول سنتر بكام سواء في مصر او في الامارات؟ تعالى في الفيديو ده اقول لك مرتبات كول سنتر بكام. انا قلت في فيديو قبل كده ان مرتبات كول سنتر البيزك في مصر مؤخرا من 10 اب تو 12000 بيزك، وده بيختلف من شركه لشركه وعلى حسب ايه المكان اللي انت بتشتغل فيه، هل هو شغل بوكينج ولا شغل سيلز ولا شغل بيعتمد على ايه بالظبط. دي حاجه. في اماكن تانية كان البيزك 14 عشان تبقى عارف، تمام. وفي اماكن تانية باستثناء السيلز البي تو بي ده البيزك 20000 جنيه، تمام. وده في شغل يعني بيبقى صعب جدا 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 انك تعرف تقفل ديل اصلا، بس لو اتعلمته صح انت مطلوب في اي دوله تانية لو بتعرف تدور صح. ومحدش يقول لي دول زي دور بنفسك على لينكد ان وانديد. الحاجه التانية ان انت في الامارات هنا بعد سنه او سنتين خبره انت بتاخد بيزك مرتب من 4 اب تو 4.5 او 5 بيزك سالاري، غير الادهيرنس، غير ان انت في انسنتفز تانية بتقدر انك تاخدها. في ناس، طب انت اول شغل ليك مرتبك بيبقى من 2 اب تو 3.5، ده لو انت بتبقى في الرينج ده سواء عربي او انجلش، بس الانجليش بيبقى اعلى شويه، وعلى حسب برضو المكان اللي انت هتشتغل فيه وعلى حسب الشغل اللي انت هتشتغله. في شغل جالي بمرتب كويس قوي بمرتب بس الشغل 3 شهور بس وانت اللي بتجدد على حسابك. في شغل تاني جالي كان بمرتب كويس بس للاسف حصل ظروف معينه ما اقدرش ان انا اروح الشغل ده لاسباب معينه، ودي اكتر شغلانه كنت ندمان عليها، بس بحمد ربنا ان هو ما كانش ليا نصيب فيها. دي كان مرتبها كان كويس 6 شهور، وبعد ما تنجح في 6 شهور بيجدد لك العقد سنتين بمرتب اعلى، تمام. الحاجه اللي بعد كده ان انت هنا في الدوله لما تيجي في الامارات بالذات اول حاجه بتشغل بالك او اهم حاجه انك تاخد اقامه. بعد كده مش مهم المرتب اللي انت بتاخده اول سنه، بعد كده انت بتفكر تاخد كام. خدت خبره الدوله، معاك سنه خبره، تمام، معاك انجليش كويس، بدات انك تبني شبكه علاقات قويه جدا، بتعرف ازاي تدور صح. بعد كده انت بقى بتحط المرتب اللي انت عايز تبتدي بيه، او على الاقل بتحقق من 80 اب تو 90% من المرتب اللي انت عايزه. مع الوقت انت مستواك بيعلى وشغلك بيعلى ايا كان هو ايه. هنا خبره البلد بتاخدها، بتطلع من مكان لمكان تاني بتاخد مرتب اعلى وبتشتغل في شغل احسن والشغل بيبقى دي خبره زياده. متنساش تتابعني. كان معاكم احمد موسى. لايك، سبسكرايب، شير. سلام.